نسأل الله التوفيق. نجدد الترحيب مرة أخرى مع برنامج قناتكم المباركة. يتواصل الحديث في هذا اللقاء عن أمر يحتاج إليه كل مسلم أن يتعرف عليه ويقف في جانبه ويتفقه فيه. من طيبة هذا الإسلام ومن خيره وجماله أنه دين واضح ودين يسر ودين الأمور فيه الحلال فيها والحرام متبين، وقد تكون هنالك بين هذا وهذا ما يعرف بالشبهات، فحري بالمسلم يعني أن يتعرف على هذه الأمور بما ورد من النصوص. هذه الشبهات قد تكون في فترة من الأوقات غير يعني كبيرة، ولكن في مثل زماننا قد تكون لأسباب كثيرة تشتبه على كثير من الناس أو على فئات منهم بحسب الحال. في لقائنا هذا إن شاء الله تعالى نتعرف على هذا الموضوع حتى نكون بإذن الله يعني مستبصرين في ديننا، عارفين بما أحل الله وبما حرم الله. وهذه الشبهات التي تطرأ لأسباب كثيرة نتعرف على يعني جملة من الأسباب وما هي وكيف يمكن الوقاية منها في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله. في بداية هذا اللقاء فضيلة الشيخ لعلكم تقفون معنا على أن نعرف المشاهدين يعني الشبهة ما هي هذه الشبهة التي يجب أن نقف عليها ونعرفها. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جاء في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات، وفي رواية أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. نعم. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، وما وقع في الشبهات وقع في الحرام، إلى آخر الحديث. في البدء لا بد أن نؤكد على أن مسألة أن يكون الإنسان مسلما تعني أن يكون مستسلما لأمر الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر وهو الآمر. قل الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. فبمقتضى أنك تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وأنه هو الرب وأنه هو المتصرف في هذا الكون، تسلم أيضا بأن الله سبحانه وتعالى له الأمر في هذا الكون، فلا يوجد من يملك أمرا لا يتصرف فيه، فالله تبارك وتعالى يتصرف في كونه بأمره ونهيه. ومن الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومن الموقف الأخلاقي أن الإنسان يلتزم بما أمر الله تبارك وتعالى، لأنه صاحب الملك والملك يأمر وينهى. فهذه نقطة مهمة جدا. وبالتالي من أقسام التوحيد المهمة جدا هو أن الله سبحانه وتعالى مشرع وأنه الحاكم. كل ما تسمعه من آيات الحكم: أفحكم الجاهلية يبغون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إلى غير ذلك. كل ذلك يدلنا على هذا المقصد العظيم، وهو مقصد أن الله هو المحلل وأن الله هو المحرم وهو المشرع. لذلك علماء الأصول أول الأبواب التي يتناولونها باب الحاكم أو باب المشرع. فالله هو الشارع لأنه هو الذي يشرع، والله هو الحاكم فهو الذي يحكم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليست له خصيصة الحكم، ولكن له خصيصة التبليغ، وهو يبلغ عن الله حكمه. الحكم لله وحده لا يشرك في حكمه أحد. فالله تبارك وتعالى لا يقبل شريكا في التشريع ولا يقبل شريكا في العبادة، كما أنه لا يقبل شريك في العبادة لا يقبل كذلك شريك في التشريع والأمر والنهي. وقد عاب الله تبارك وتعالى عن المشركين في أنهم بمجرد أنهم يتصورون تصورات معينة وينسبونها إلى الدين تشريعا وتحليلا، فيقول هذا لله بزعمه وهذا لشركائهم، أو يقولون يصنفون الأغنام والأنعام مثلا تصنيفات معينة فيجعلون هذا حلال وهذا حرام. كل ذلك الله تبارك وتعالى عابه عليهم بقوله: أم شرعوا لهم من الدين
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله عز وجل عاب عليهم في أنه والله التشريع لا يملكه أحد، وليس هنالك شركاء يشرعون مع الله سبحانه وتعالى. فهذه الجزئية على وجه التحديد لا بد أولا المسلم أن ينتبه إليها. ونحن نتكلم عن الحلال والحرام والشبهات، لا بد أن يرتكز ذلك في صلب العقيدة، وهو عقيدة التوحيد القائمة على أنه لا يشرك بالله، لا في عبادته ودعائه، ولا في طاعته وتشريعه، ولا في قصده ونيته، ولا في محبته واللجوء إليه جل جلاله. هذه كلها من الأشياء التي لا بد الإنسان أن يلتفت إليها، ومنها ما يعرف بشرك الطاعة، وهو أن يخرج الإنسان أو يشرك الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. وهذا ربما هو الذي نلاحظه في بعض الآيات. يعني الله تبارك وتعالى إنما يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف إنه والله الإنسان إما يكون مؤمن وما يكون مشرك، مش كده؟ لكن كيف إنه والله يكون الإنسان مؤمن ولا يعني مؤمن بالله وفي نفس الوقت هو يشرك بالله تبارك وتعالى؟ للأسف الشديد هذا ما يقع في كثير من الناس الآن. ويقول لك أنا أؤمن بالله وأؤمن برسول الله وأؤمن بالإسلام، ولكنه تجده خاضع في كثير من حياته لغير الله، خاضع لغير الله تبارك وتعالى، أو يشرك مع الله غيره في محبته أو في قصده ونيته أو في طاعته أو في دعائه، فتجد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يلتفت إلى هذا الموضوع. وبالتالي لا بد من التحرز من هذا الجانب. هذا ربما مدخل لقضية التحليل ومسألة التحريم. ولذلك نص الفقهاء في كثير من كتبهم على أن الإنسان لا يجوز له أن يقدم على أي أمر من الأمور التي يريد أن يعملها، سواء كان يتعبد الله بها أو كان يريد أن يدخل عليها في باب من الأبواب الحياتية ويتعلق هذا الأمر بحكم من الأحكام، لا يجوز له أن يقدم عليه حتى يعلم حكم الله فيه. ولعل هذا من الأساسيات في كتب الفقه، مثلا الأخضر وغيره، يقول لك والله ولا يجوز للمسلم أن يقدم على أمر أو على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. فلا بد المسلم أن يتعرف على الأحكام قبل أن يقدم عليها، لا بد أن يتعرف على الأحكام. وأحكام الله سبحانه وتعالى في العمليات لا بد إما أنها حلال وإما أنها حرام. هذا الوضع الطيب، إما أنها حلال وإما أنها حرام. لكن أحيانا تقع منطقة اسمها الشبهات، وهو الذي نتكلم عنه الآن، اللي هي منطقة الشبهات أو المشبهات. طيب، الحلال بين. مثلا الآن في المآكل تجد أنه كثير من الناس يدرك ويكاد يكون معلوم من الدين بالضرورة أن الألبان وأن العسل وأن شرب الماء الذي هو نزل من السماء أو طاهر على كل لم تخالطه النجاسة، أو أكل اللحوم، أكل الأنعام، هذا كله يعتبر عند الناس حلال ولا يجدون إشكالية في ذلك، بل ربما هذا مما يتفقون عليه جميعا ويعدونه من المعلوم من الدين بالضرورة. إنه أنا أشرب ماء إنه هذا حلال، أشرب مثلا الحليب يقول لك هذا حلال، مش كده؟ نعم. طيب، الحلال بين. هذا الحلال الذي نص الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة أنه حلال، فهذا هو الذي نسميه الحلال بين. نعم. طيب، والحرام بين. هنالك كثير من المحرمات لا يختلف فيها المسلمون أنها إيه؟ أنها حرام. فيتفق المسلمون مثلا على أن الميتة حرام، كده؟ أكل الميتة. ويتفق المسلمون أن الخنزير حرام، ويتفق المسلمون أن الخمر حرام، ويتفق المسلمون أن الربا حرام، ويتفق المسلمون أن الفواحش حرام. هذه كلها يتفقون عليها. طيب، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور. المشتبهات هي التي ليست من الحلال البين ولا من إيه؟ من الحرام البين. فقد يكون فيها وجه من هذا ووجه من هذا، أو تكون من التي يحصل فيها اختلاف في النصوص، فتأتي نصوص بتحليلها وتأتي نصوص بتحريمها. وقد تأتي أحيانا أمرا أو نهيا، ولكن يختلف العلماء في توصيف هذا الأمر أو هذا النهي، هل هو أمر بالوجوب أم هو أمر بالاستحباب، وفي النهي هل هو تحريم أم هو للكراهة، وهكذا. فهذه المساحة التي تحتاج إلى تدقيق علمي
وإلى فحص في الأدلة وإلى نظر في أصل الحكم، هذه هي التي تسمى بالشبهات. يعني لا تكون الشبهات في القضايا الواضحة البينة. فعلى كل هذه لا بد أن تكون أيضا. فموضوع الشبهات إما أن تكون في تعارض الأدلة، وإما أن تكون في اختلاف العلماء، أحيانا برضو تأتي شبهات من اختلاف العلماء في مسألة معينة، وإما أن تكون في موضوع المكروهات ويكون فيها وجه اللي خلاف الأولى وليست كل المكروهات، خلاف الأولى تحديدا، أو أن يكون في المباح الذي تدخل عليه شبهة من خارجه. المباح في أصله ما في إشكال، الإنسان يقول. لكن أحيانا يدخل الإنسان في المباح وتدخل عليه مثلا، يعني أنت الأصل أن الناس يمكن أن يذهبون إلى الحدائق ويذهبون المسابح، مش كده؟ لا، وهذا الأصل أنه مباح ما في إشكال. من أين يأتي مثلا الإشكال؟ إنه والله يكون هنالك اختلاط في هذا المكان وعري في هذا المكان والناس ينظرون إلى بعضهم، فمن جهة في وجه حلال ومن جهة أخرى في وجه شنو؟ وجه حرام. مثلا الموسيقى، أن يقول مثلا إنه أنا والله يمكن أن أستمع إلى الغناء الذي لا موسيقى فيه مثلا، هذا وجه من لكن دخلت عليه إيه؟ دخلت عليه الموسيقى ودخلت عليه الآلات التي اختلف العلماء حولها، فأنت دخلت في دائرة الشبهات. فموضوع الشبهات على كل هو يمكن أن يدخل معنا في المآكل، ويمكن أن يدخل معنا في المشارب، ويمكن أن يدخل معنا في المواقف، ويمكن أن يدخل معنا في الأحوال. فمثلا شخص دخل إلى بيته ووجد مالا، فمن حيث أن البيت بيته وأن ما يكون داخل هذا البيت ملكه، هذه مسألة طبيعية، لكن هو ليس متأكدا من أن هذا المال ماله، فتبقى في إشكالية في إيه؟ في الشبهة إنه والله قد لا يكون هذا المال ماله، وقد يكون هنالك سقط حصل لطرف آخر وهكذا. فعلى كل الشبهات تدخل معنا في كثير من الأعمال وفي كثير من النماذج. ومن الشبهات التي ربما تعتري الآن كثير من الناس الشبهات التي تتعلق بالحركة المالية والاقتصاد الذي الحديث، سواء في المعاملات البنكية، سواء كان في الآن ما يسمى بالمعاملات الجديدة هذه بتاعت العملات الرقمية، الآن الناس المجامع فيها مثلا مختلفة. فهذه كلها ساحة لموضوع الشبهات. عندنا في قضايا المآكل مثلا قد يكون والله اللحم أنت متأكد أنه لحم حلال من حيث هو، ولكنه ذبح بشكل مشروع أم لم يذبح بشكل مشروع، أنت في إشكال. هذه كلها قضايا قابلة لأن تدخل عليها الشبهات ويتوقف فيها الإنسان. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ بهذا الاستهلال وهذا التوضيح. لكن فضيلة الشيخ كان الأمر حقيقة يعني فيه نوع من تدقيق من حيث المخاطب بخطاب الشرع الوارد يعني للناس، هل هو لفئة معينة تستطيع أن تميز ولا هو لعموم المسلمين؟ الشبهة بهذا الوصف أو الحالة التي ذكرتموها، هل الإنسان يدخل إلى أنها يعني يلحقها بالحرام وبالتالي لها قرب من الحرام أكثر لأنه من اتقى الشبهات؟ فماذا تقولون؟ يعني كان الأمر يحتاج إلى أهل النظر أحيانا. العام ما موقفه من هذه الشبهات؟ يسأل أم ماذا يتصرف حينما يرد إلى مثل هذا الباب؟ نعم، هي طبعا في نقطة ولا بد من أن نقف عندها. يعني ما كان بإمكان أن الله تبارك وتعالى يبين المسألة بيانا لا نزاع فيه ولا إشكال فيه وخلاص، مش كده؟ نعم صحيح. بعض الناس يقول لك والله أصلا ليش وجود الشبهات؟ لماذا يكون هنالك شبهات في الشريعة أو في قضايا ساحة شبهات؟ وطبعا هذا سبحان الله من حكمة الله عز وجل وباختباره كذلك للمؤمنين. ففيها سبحان الله موضوع الشبهات أول فيها جانب رفع الله تبارك وتعالى لأهل العلم من خلال اجتهادهم في هذا الباب والنظر فيه. فكثير من الناس يكون اجتهاده وجهاده علميا في البحث في هذه القضايا وتحريرها وتنقيتها، ويرفع الله طبقة كبيرة جدا باجتهادهم في تحرير هذه المساحة. نعم. وهذه حكمة مهمة جدا كثير من الناس قد لا يلتفت إليها، لكن كم من أناس الله تبارك وتعالى يفتح لهم ساحة وكان بإمكانه أن يجعلها واضحة، مش كده؟ نعم. طيب، النقطة الثانية أيضا هو أن الله تبارك وتعالى كما يرفع
أهل العلم بالنظر في الشبهات وتحريرها والقول فيها، لأنه سأقول في النهاية هل الشبهات يمكن أن ترفع أو لا ترفع، فيرفع الله هؤلاء. أيضا يختبر الله تبارك وتعالى العامة في النظر لمن يخافه بالغيب. لما يكون والله في شبهة، هل هذا العامي سيتعامل بمنطق ترك الشبهات أم أنه يقتحم الشبهات؟ فأنت ساحة اختبار، والله عز وجل قضية أنه ليعلم يعني من يخافه بالغيب. نعم. هذا مقصد من مقاصد كثيرا ما يغفل عنه الإنسان. يعني مثلا الله تبارك وتعالى لما حرم أشياء معينة في الحج، نعم. عللها بأن والله ليعلم يخافه بالغيب. لما ما يكون معك أحد، هل تخاف الله عز وجل؟ لما يكون والله الحكم عندك غير واضح وفيه اشتباه، هل تتوقف رعاية للورع وترتقي في مقام كبير اللي هو المقام بتاعت الورع والتقوى والخوف من الله وكذا، ولا والله أنت بس ما دام سمعت أن فيها قولان تقتحمها؟ هذه جانب. النقطة الثالثة أيضا موضوع المناطق المشتبهة في تحريرها. أحيانا قد يذهب العلماء في اتجاه البحث في التيسير من خلال وجود هذا النوع أيضا، لأنه في ناس تحرر، هي لابد من تحريرها. فعلى كل الأول هي لها حكمة، وجودها لها حكمة في الجانب الشرعي. أما ما هو الموقف الشرعي منها وما المطلوب، وهل هي فعلا أيضا شبهة للجميع؟ أول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث بأنها ليست شبهة للجميع، لا يعلمهن كثير من الناس. سبحان الله. بمعنى هنالك من يعلمها. نعم. فأهل الاجتهاد مثلا يعرفون أنهم كيف يخرجون من هذه الشبهات. وهنا طبعا لا ننفي مطلق الشبهة تماما، أنه حتى المجتهد قد تطرأ عليه الشبهة فيتوقف، لكن هذا قليل. من وصل إلى رتبة الاجتهاد وعنده القدرة في النظر في الأدلة، يعرف مثلا ما هو الناسخ وما هو المنسوخ، ما هو العام وما هو الخاص، ما هو المجمل وما هو المطلق، يعني عنده القدرة على التبيين، على النظر في الأدلة، يستطيع أن يعرف أن والله هذه المساحة التي هو يقدم عليها الحكم فيها كذا. فأولا لا يعلمهن كثير من الناس لعدم الأهلية العلمية، ويعلمهن قليل من الناس للأهلية العلمية. يا سلام. نعم. فإذا هنالك من يعلمها، هنالك من يعلم حكمها، يعني في ذاتها ما في إشكال. هي أصلا بالنسبة لنا، هي المشكلة بالنسبة لنا، بالنسبة للناظر فيها لا يعلمهن كثير من الناس، وبالتالي بالنسبة إليه لجهله وعدم معرفته بالأدلة وعدم تعمقه في الشريعة يقع فيه الإشكال ويقع فيه. طيب، بإمكانك أن ترتقي إلى مرتبة العلم فتزول عندك الشبهة. طيب، أنا ما عندي القدرة على أن أكون عالما، وأنا شخص عامي وشخص أمي هنا على كل موضوع الشبهات الحكم فيها عند أهل العلم الرجوع مباشرة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نعم. وما إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. بالنسبة لهم أي قضية مختلف فيها اشتباه، يجب التحاكم إلى الله ورسوله، التحاكم إلى فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. طيب، دي الحالة الأولى للعلماء. طيب العام ماذا يفعل؟ ما عنده القدرة أصلا على النظر في الدليل، ولا يعرف النصوص، وإنه والله حتى نقول له عود إلى الدليل وأعمل فيه الاجتهاد وكذا، قد لا يكون عنده القدرة في ذلك. فهو في هذه الحالة عنده واحد من اثنين: إما أن يذهب لهؤلاء القلة الذين يعلمون فيعمل قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبالتالي بذهابه إلى أهل العلم رفع الشبهة فصارت عنده واضحة وبينة، إما أنها حرام وإما أنها حلال. طيب، ما وجد أحد يستفتيه، أو حتى يجد من يستفتيه ويسأله ويعلمه بالحكم، ماذا يفعل؟ يمتنع عن الوقوع في الشبهة. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فكأنما الله تبارك وتعالى أعطاك مساحتين: المساحة الأولى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهم القلة الذين لهم القدرة في النظر في الأدلة الشرعية. المسألة الثانية أن تتقي الشبهات وتبتعد عنها. بل أحيانا قد يفتيك المفتي فتوى وأنت تشعر بأن هذه الفتوى لم ينشرح لها الصدر، وترى أن تركها
وعدم الأخذ بها أولى بالنسبة لك. هذا يدخل في الورع. مم. من اتقى الشبهات أيضا هنا نعم. فقد استبرأ لدينه. معناه ليست كل فتوى قالها لك العالم أنت برضو قد تكون مطمئن لها، مش كده؟ أحيانا تشعر بأنه والله فيها شبهة، هذه المسألة بالنسبة لك فيها شبهة ولست مستريح منها. والعام حتى وإن حرمه الله تبارك وتعالى العلم لكن لم يحرمه نور الإيمان وبصيرة الإيمان. فالله عز وجل يقول يهديهم ربهم بإيمانهم. فالمؤمن الذي يتقي الله وحريص على تقوى الله وحريص على الحلال وحريص على الحرام يريه الله تبارك وتعالى سبحان الأمور، وبالتالي يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. فأنت تبتعد عن مناطق الريبة ومناطق الشبهة ومناطق الإشكال حتى لا تقع في الشبهات. نعم، بارك الله فيكم على ما تفضلتم ووضحتم. من خلال هذا العرض يعني مواطن الشبهات فضيلة الشيخ، هل هي مثلا غالبا في الحلال والحرام، أم أن هنالك كما يعني حقيقة يعج واقعنا اليوم حتى أمور العقائد قد تكون حقيقة محل، وخاصة للشباب ومن يعني لم يعني يكون عندهم علم بالتوحيد وبالمعتقد يعني المرتكزات هذه، فلعل من إشارة إلى الشبهات في ماذا تحصل، ماذا تقع مثلا من أمور الدين أو من أبواب العلم. نعم. هو موضوع الشبهات لا أتصور أنه فقط خاص بالجوانب العملية. نعم. قد تكون في التصورات وقد تكون في التصرفات. يعني ليست فقط هي خاصة بالتصرفات العملية. يعني بعض الناس تجده سبحان الله قبل أن يتمكن من ثوابت العقيدة الإسلامية يدخل في أبواب الشبهات، يدخل من شبهة إلى شبهة، والشبهات يثيرها الطرف الآخر، يثيرها من لا يؤمن بالله ومن لا يؤمن برسول الله، من لا يؤمن برسالة الإسلام. فأنت كثرة الشبهات التي تتلقاها من الأطراف الأخرى وتستجيب لها. نعم. فإن هذا القلب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كالإسفنج، سبحان الله، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أبيض وقلب أسود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يعني موضوع الشبهات والسير خلف الشبهات والبحث في الشبهات وعدم اتقائها، يعني أنت ما شاء الله يعني أعجب أحيانا سبحان الله لبعض الشباب أو تجده أمامه مثلا هذا الدين فيه، أقول لهم كم نسبة المتفق عليه عندكم، من الذي لا تجد فيه إشكال؟ يقول لك يا أخي فوق 90%. سبحان الله، مثلا فوق 90 لا إشكال عندهم. نعم. طيب يبدأ في إثارة، والله يقول لك يا أخي موضوع التعدد في النساء، موضوع الرق في الإسلام، ما ياخذ جزئيات بسيطة لا تكاد تكون 10 إلى 15%، ويحاول أن يحاكم الدين كله إلى إيه؟ لهذه الشبهات التي يعلمها أهل العلم ويفصلونها ويعرفونها كيف يخرجونها، فإذا به سبحان الله يذهب في ساحة الإلحاد بشبهة. ولذلك سبحان الله نحن موضوع الشبهات اللي هي غالبا الأصل في الشبهات تتعلق بالتصور، في الأصل لها علاقة بالتصورات، والشهوات لها علاقة بالتصرفات. ده الأصل. يعني فالإنسان سبحان الله مطالب بتحرير نفسه من الشبهات باتباع العلم وترك الظنون، ومأمور كذلك بترك الهوى واتباع الهدى من خلال مجاهدة نفسه في أن يحملها على طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك هي تشتمل على ساحة التصورات والعقائد والمعارف بشكل عام. واليوم نحن نواجه إشكالات كبيرة جدا، خاصة ما يتعلق اليوم بمنظومة الإلحاد. تجد سبحان الله في إشكالات هائلة، ولكن لن يصل الإنسان إلى منظومة الإلحاد إلا بشبهات ابتداء يثيرها له الناس حول إنه والله القضية الفلانية، وتجد أنه كما قلت لك يتبعون ما تشابه منه. الله تبارك وتعالى قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فبدل ما هو يذهب في اتجاه المرتكزات الكبرى واتجاه المقاصد الكلية واتجاه الحقائق التي لا إشكال فيها، يذهب إلى الساحات التي فيها شبهات ويلتقطها حتى يتشبع قلبه بالشبهات فينكر الحقائق التي هي أكبر بكثير من هذه الشبهات.
أما في الجانب الآخر في الجوانب العملية بطبيعة الحال أيضا هنالك شبهات ترد على الإنسان، كثير من الشبهات خصوصا الآن يعني في أبواب زي ما ذكرت لك، في أبواب تحديدا ودي يمكن أكثر دقة، قضايا الموازنات التي يقع فيها كثير من الحكام الذين يريدون أن يحكموا بما أنزل الله مثلا، يقع في إشكالات، يقع ما بين الإكراهات الدولية وما بين المطالب الشرعية، يقع ما بين حالة الاستضعاف التي هو مقهور فيها وليس بإمكانه أن يخرج عنها، وما بين مطلوبات الشارع. هذه كلها تأتي إلى الموازنات. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان يقول: ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، خير من الشر اللي هو الحلال والحرام، ولكن العاقل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. هنا تأتي الإشكالية، إن أنت تأتي أحيانا في محطة من المحطات أو في موقف من المواقف ليس أمامك إلا الشرور، ليس أمامك إلا الشرور. طيب في إطار هذه الشرور أنت لا بد من منطق الموازنات، وهذه لا يجدها كل إنسان، لأن التراتب عندك موضوع الضروريات وموضوع الحاجيات وموضوع التحسينيات مثلا، عندك قضية الدين وعندك قضية النفس وعندك قضية العقل وعندك قضية النسل وعندك قضية المال. هذا تراتب موجود في شريعة الله تبارك وتعالى. فبعض الناس سبحان الله تشكل عليه ماذا يقدم وماذا يؤخر، فيقع في الإشكال، لا يعلمهن كثير من الناس. فهذه على كل واحدة من القضايا اللي فيها إشكالات، في إشكالات في الأموال، في إشكالات في المواقف السياسية، في إشكالات أحيانا حتى في القضايا العادية، يعني قضايا المعاملات البينية. بعض الناس مثلا يختلط عليه مال حرام مع مال حلال ولا يعرف ماذا يفعل فيه. عنده إشكالات في مثلا في ما يتعلق بأموال الأيتام التي تدخل على الأسرة أحيانا، فيكون هنالك يتيم مكفول وهنالك يتيم غير مكفول، فماذا يفعل؟ فهذه كلها مساحات للاشتباه، ولا يكون عنده الصورة، ويعرف أن أكل أموال اليتامى ظلما حرام، لكن في تفاصيل كثيرة جدا تتعلق بهذا الباب ولا يعلمها. وهكذا فعلى كل إن هذه تدخل معنا أيضا في هذا الباب يعني. وشبهات البنوك، بعض الناس لا يعرف والله هذه البنوك تتعامل بالشرع أم لا تتعامل بالشرع مثلا، وعنده إشكال في ذلك. فكل ذلك يخضع تحت قاعدة إما سؤال أهل العلم حتى تستبين الأمر، وإما أن تتقي الشبهة حتى لا تقع في اقتحام على ما حرم الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على يعني هذا التوضيح، ويعني قضية الشبهات وعلاقتها بالناحية النفسية، يعني هل لها ترون يعني تأثير أيضا؟ لأن الإنسان كلما حقيقة جاءت شبهة ويتساهل لربما تودي به إلى يعني مخاطر يعني، ويحيك في نفسه من يعني أضرارها وهكذا. بماذا يمكن يعني أن يوجه حتى حقيقة يعصم الإنسان دينه ويعصم أيضا نفسه من مثل هذه الآثار، هذه التعامل والتساهل في هذا الباب فضيلة الشيخ؟ وعلى كل حتى لا يعني يقع الإنسان ما بين الحرج الذي رفعه الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وما بين اقتحام الشبهات التي تؤدي به إلى الحرام. أنت كيف توازن بين هذين الأمرين؟ الموازنة لا تكون إلا بالقاعدتين معا. نعم. لترفع الإشكال بتاعة الحرج، هل هذا الأمر أصلا فيه مساحة؟ أنت مضطر إليها مثلا؟ لا، هي في مساحة، والله تبارك وتعالى أحلها ولم يحرمها، ولكن أنت لم يظهر لك وجه الحل. فتذهب إلى سؤال أهل العلم ليبينوا لك هل والله هذه المسألة حلال أم حرام. جميل. فهنا ترفع عن نفسك الحرج. إذا كنت أصلا تشعر بأن والله هذه المسألة عدم وضوحها الحكم فيها يوقعك في الحرج. طيب. مثلا، وأحيانا بعض الناس يستطيع أن يتورع في نفسه، لكن يريد أن يقول هذا الحكم لغيره. فأنت موضوع الورع حكم شخصي. نعم. أنت ما مطالب والله كل الناس تحملهم على الورع، أنت تحمله على حكم الله. فإذا كان المساحة فيها إباحة وأنت أردت أن تحمل الناس على الورع، قد يكون في تضييق عليه. فهنا تأتي قضية أنه لا بد أن تعمل قاعدة سؤال أهل العلم لمعرفة الأحكام، هل هي فيها مساحة أم ليست فيها مساحة، هل هي حلال أم هي حرام. المساحة الثانية في حالة أنه أنت والله شايف أنت بالنسبة لك ما يريحك وما يريح دينك وما يريح انتسابك لهذا الإسلام هو أن هذا الموضوع أن لا تقترب منه،
وأن قاعدتك في الحياة إن حيثما وجدت أمر فيه إشكال وفيه شبهة أن تذهب وتبتعد عنه. هذا كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يقع أو أن يرتع فيه، مش كده؟ وهذه المحارم هي حمى الله طبعا، يعني الحدود التي وضعها الله لعباده عبارة عن حمى وضعه الله تبارك وتعالى حتى لا يقع فيه الإنسان. وطبعا موضوع الحدود التي يضعها الله تبارك وتعالى، تجد أن في القرآن الكريم إما أن يقول لنا تلك حدود الله فلا تقربوها، وإما أن يقول لك تلك حدود الله فلا تعتدوها. وكلا الأمرين سبحان الله فيه دقة القرآن. بمعنى في بعض الحدود سمح الله لك أن تذهب إلى أن تقف عندها، حصل تقف عندها جميل، لكن لا تتجاوزها. وفي حدود قال لك لا تقترب منها، حصل. مثلا الآن الفواحش يقول لك لا تقترب منها، جميل، لأنك أصلا إن اقتربت ربما وقعت في الحرام، مش كده؟ يعني الآن بالنسبة للزنا لا تقول والله أنا أريد أن أقف عند الحد. وقوفك عند الحد هو وقوع في الجريمة، مش كده؟ وقوع في الجريمة مباشرة، لكن الله يقول لك لا تقربوها. فأنت تدقق في مسألة حدود الله تبارك وتعالى. وهنا عندما نقول حدود الله أحكامه، مش الحدود بمعنى العقوبات المعروفة عند الناس، يعني قانون العقوبات وكذا، لا، نحن الحدود هنا نتكلم عن حدود الحلال وحدود الحرام وحدود المباح وحدود المكروه، هذه القضايا التي نصت الشريعة وجعلت فيها ضوابط. فأنت أمام حدود لا تقترب منها فتكون بعيد، وحدود تقف عندها ولا تتعداها، إن تعديتها وقعت في الحرام. فهذه هي الإشكالية على كل فيما يتعلق. فبعض الناس يقول لك والله أنا أريد أن أبتعد، لا أريد أن أقف عند الحد. وبعض الناس يقول لك لا أنا أريد أن أقف عند الحد لأنه ما عندي مجال، فلا تضيق علي. هذا لابد أن يعرف هل له متسع أصلا أن يقف عند الحد أم ليس له متسع فلا يقترب من الحد. نعم، هذا المطلوب. بارك الله فيكم. حقيقة فضيلة الشيخ في مثل هذه الأمور اللي حقيقة تحتاج إلى يعني توقف وتحتاج إلى تأتي قضية الشيخ، يعني قضية العلم الشرعي وقضية التعلم كقضية مركزية حقيقة تجعل المسلم على بينة من أمره وعلى نور من الله وهدى. فحبذا يعني لو يعني بقدر ما يكون حقيقة العلم حاضر، طلب العلم حاضر، حتى العامي سؤاله حاضر، ما ينتهك ويقترف ما يطرأ أمامه. كما وجه الله عز وجل له فاسألوا أهل الذكر. لكلمة في هذا الباب شيخ، كيف أنه المجتمع يسلم من دائرة المشتبهات بقدر ما يكون قريب من العلم ومن الأدلة الشرعية. جزاكم الله خير. هو سبحان الله يعني موضوع وضوح الأحكام الشرعية بالنسبة لكل مسلم تتفاوت. نعم. فهنالك مثلا ما يعرف عند أهل الإسلام بما هو معلوم من الدين بالضرورة. جميل. هذا غالبا لا يجهله من عاش في مجتمع مسلم، قد يجهله حديث الإسلام. يعني شخص مثلا من الغرب أسلم ودخل اليوم لا يعرف كثير من محرماته، مش كده؟ نعم. لكنه بعد فترة إذا عاش في المجتمع المسلم تنشأ ما يمكن أن نسميه بالثقافة الجمعية التي لا يختلف الناس حولها. فاليوم مثلا هل في المجتمع المسلم في من يقول الزنا حلال؟ معلوم من الدين بالضرورة. أنا من الدين. نعم. هل في شخص يقول والله القتل حلال أن أقتل شخص بريء؟ نعم. يقول لك في شخص يقول والله مثلا السرقة أن أخذ أموال الناس بالباطل حلال؟ يقول لك لا، الكل يعرف أن أكل أموال الناس، مش كده؟ فهذه تسمى دائرة ما هو معلوم من الدين إيه؟ بالضرورة. بمعنى لا تحتاج إلى أن تبحث بحثا علميا حتى تصل، وهو أقرب إلى ما يسمى بالبديهيات. يعني اليوم من يعيش في المجتمع المسلم من البديهيات جدا أن يدرك الإنسان أن والله الصلاة واجبة والزكاة واجبة والصوم واجب والحج واجب، هذه من الأشياء المعلومة شنو؟ الدين بالضرورة. طيب المستوى الثاني هو عند المناطق والفلاسفة قد يسمونه المسلمات، وهو دائرة ما أجمع عليه أهل الإسلام. جميل. هذا قد لا يكون بديهيا للعامة. فكثير من القضايا مجمع عليها العام لا يعرف الإجماع. طيب. لكنه إذا قيل له بأن هذه مسألة إجماع يكون أشد تمسكا بها، مش كده؟ فأنت المستوى الأول ما هو معلوم من الدين بالضرورة، المستوى الثاني ما أجمع عليه أهل العلم إجماعا لا نزاع فيه،
فهذا أيضا منكره يصل إلى درجة الكفر إن أنكره الإنسان. النقطة الثالثة ما اتفق عليه الغالب أو الأكثر، مثل مثلا اليوم القضية التي يتفق عليه الأئمة الأربعة مثلا ليست كالقضية التي اختلفوا حولها. القضية التي لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول يعني معظم القضايا الشرعية التي يتفق عليها الأئمة الأربعة يكون الحق غالبا فيها، الحق غالبا فيها. فهذه مسألة الأولى ما علم من الدين بالضرورة، الثاني مسألة الإجماع، الثالث مثلا الغالب أو الجمهور من أهل الإسلام أو من أهل العلم. هذه كلها تساعدك في أنه أنت والله تنقلك من دائرة الشبهة إلى دائرة اليقين. تأتي بعد كده قضية ما اختلف فيه، ما اختلف فيه. ما اختلف فيه هنا أنت كعامي مطالب به أن تذهب إلى من تثق في علمه ودينه. هنا من شيخك ومذهبك في اللحظة هذه هو الذي يقف أمامك، حتى ما يقول الشخص أنا والله أذهب لأبحث عن شيخ مالكي أو شيخ حنفي أو شيخ، لا، ليست كذلك. العامي يذهب إلى الشيخ الذي هو إما أنه مكلف بشكل رسمي بالإفتاء، وإما أنه مشهور بين الناس بأنه بين أهل العلم بأنه من أهل الإفتاء، فيذهب إليه ويسأله عن المسألة. حينها فالفتوى التي تصدر له من هذا العالم الذي وثق به دينه وعلمه، حينها يكون إن شاء الله قد برأ ساحته. بعد كل ذلك هنالك المساحة الشخصية. المساحة الشخصية يقول لك العالم والله هذه المسألة فيها مساحة، هذه المساحة هذه المسألة مثلا مكروهة، هذه المساحة لا تبلغ درجة الحرمة مثلا، ولكن أنت تقول والله بما أنها مكروهة وبما أنها خلاف الأولى، بما أن تركها أولى وبما أن التورع منها أفضل، فأنت تتخذ بنفسك القرار، تقول أنا من اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني. لكن كل ذلك كما تفضلت لا يكون إلا بأن تتعلم، لا بأن تتعلم على الأقل المستوى الأول والثاني والثالث إن استطعت. يعني قد تكون في مساحات لا يعلمها كثير من الناس، لكن على الأقل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ما تم الإجماع عليه، ما اتفق عليه أهل الإسلام، ما هو محل بالنسبة لطالب العلم طبعا، بالنسبة ما هو محل اتفاق بين الأئمة وأعلام الإسلام. هذه المساحة الثلاثية الأولى والثانية والثالث لابد أن تعرفها على الأقل من خلال علم. خلي بعد كده والله مساحة المناقشة والأخذ والرد والاستفتاء تكون فيما دون ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ونحن حقيقة يعني على هذا الحديث الطيب نستمع إلى ما تفضلتم به. لعل في الختام حقيقة أن يعني نلفت النظر إلى يعني ما الاقتداء السليم في هذا الأمر، ما المسلم موقفه من يعني هذه القضايا، كيف يكون هنالك قدوات في هذا الباب، سواء على مستوى حقيقة العلماء، على مستوى الدعاة، على مستوى طلبة العلم، على مستوى المربين. النموذج الذي يشار إليه على أنه هذا اللي حقيقة دائما نسعى إلى أن تحقيقه في هذا الباب، حتى أن الناس حقيقة يكونوا بالنسبة لهم يعني هؤلاء مضيئون للطريق ويعني ممن يشار إليهم. كذلك المربين، كذلك يعني في حياتنا أيضا الأسرية، كيف نربي النشء على تعظيم هذا الأمر من الشبهات، يعني حتى مع أطفالنا المربين في أشياء كثيرة نتلمسها. كيف نزرع يعني الخلوص من هذا الباب الذي قد يوقع ربما في إشكالات تربوية، ويعني أيضا في باب الحلال والحرام، أو كما تفضلتم في العقائد وغيرها. يعني جزاكم الله خير. جزاك الله خير. هو طبعا من أهم الأشياء في تقدير من الناحية التربوية التي لا بد أن تغرس في الطفل وهو طفل، نعم، أن يعلم بأنه عبد لله تبارك وتعالى. صحيح. وأن العبودية تقتضي أن يتلقى أحكام الله، نعم، ويتلقى هدايات الشريعة ويسلم بها ما دامت أنها من الله عز وجل ويعمل بها. هذه الفكرة، فكرة أنك أنت مسلم، فكرة أنك مستسلم لله عز وجل، فكرة أنك لك شريعة، نعم، هذه الشريعة تحدد هويتك، هذه الهوية نابعة من هذه الشريعة، هذه تنشئ فيه أولا ذاتيته الخاصة. جميل. فهو في النهاية لما يشعر بأنه مسلم وأنه مطالب بأحكام، مطالب بشريعة، مطالب، فهو ليس إباحيا باختصار. ويعلم الطفل بأنه نحن ما إباحيين، يعني نحن لسنا كالذين يقولون والله كل شيء حلال، ما في شيء، أنا الذي أقرر. لست كذلك، لست من يقرر. هنالك شريعة
تضبط أحوالك، تضبط تصرفاتك، تضبط تصوراتك. وهنالك ربما دراسة سبحان الله كنا نستمعها لأحد الخبراء، العلاقة بين الإلحاد والشذوذ والإباحية، سبحان هذه الثلاثية. نعم. فوجدوا سبحان الله علاقة مباشرة بين إنه خطوات الشيطان بين الإباحية التي تنقلك إلى الشذوذ التي تنقلك إلى الإلحاد. فالطفل إذا كان والله لم يربى على أن هذا حلال وهذا حرام، هذه مساحة مسموح لك، هذه مساحة ممنوعة، وشوف حكمة الشارع جعل مساحة المحرمات قليلة ومساحة الإباحة واسعة. طيب الله تبارك، والنموذج الأول لا تأكل من الشجرة، آدم عليه السلام، جنة كاملة أمامك، دنيا كاملة أمامك، حلال كامل أمامك، مش كده؟ ما الذي يجعلك تذهب إلى الحرام؟ سبحان الله. فكرة الإباحية. فأول قضية يعني يدخلها الشيطان في التصورات، لاحظ الآن الإباحية قبل أن تكون سلوك وتصرف هي تصور، يتحرر من كل قيد. سبحان الله. تقول لي يا أخي أنت مسلم، يقول لك أنا ليبرالي مثلا. ليبرالي معنى أنه والله عنده الحرية في كل شيء، معنى كل شيء عنده مباح، الفواحش مباحة، المحرمات في الطعام مباح، الخمر مباحة، كل شيء، الربا مباح، أكل أموالنا ما عنده شيء. أحيانا بعض أحسنهم يقول لك والله أنا يضبطني في المسألة أن لا أضر بالآخر. لاحظت؟ ده أخلاقي جدا، إنه والله لا يضر بالآخر، لكن هي مساحة من الإباحية. فأول نقطة يقول هذا الباحث، يقول الشيطان يقودك من دائرة التسليم إلى دائرة الإباحية، من دائرة العبودية إلى دائرة الإباحية. طيب فإذا صرت كل شيء عندك مباح، ما الذي يجعلك تتوقف عند الشذوذ؟ وأخطر ما يواجه الآن شبابنا هو التعايش مع فكرة المحرم اللي تبدأ بالإباحية. فصار الطالب والطالبة مثلا هو لا يتقبل الشذوذ في نفسه، يقول لك أنا، لكن يتقبله مع الآخر. وهكذا هم يريدون لنا. يعني الآن صارت أوروبا مثلا أن لا تتقبل المنكر الذي هو الفاحشة، هذا نفسه تعاقب عليه. فالخطوة الأولى هم يجعلونك إباحيا، الخطوة الثانية يجعلونك متقبل لفكرة الشذوذ حتى لو لم ترتكبها. ونحن طبعا فكرة التقبل هذه بالنسبة لعالم الإسلام لموضوع التصور، نعم، أحيانا قد يكون سبحان الله الواقع في الفاحشة مع إقراره في تصوره بأنها حرام أسوأ، أفضل من الذي يقع فيها ومن الذي لا يقع فيها ولكن يعتقد أنها حلال. سبحان الله. حصل؟ يعني شخص يقول لك أنا لا أرى في إشكال في المثلية مثلا أو في الشذوذ، يقول لك ما في إشكال، من حقه. لاحظت؟ من حقه، هو ما يمارسها، يقول لك أنا ما تناسبني، لا أمارس هذه المسألة، لكنها ما أرى فيها إشكال. هذا سبحان الله الذي يمارسها لكن عنده قناعة بأنه حرام في تصوره الديني، إنه والله حرام، ولكنه جره الشيطان، ضعف النفس غيره، فوقع في المنكر. يختلف عن الذي يشرع المنكر. ولذلك نحن ليش أنا أقول نحن نعلم الطلاب أو نعلم أبنائنا ابتداء فكرة التصور الصحيح، سبحان الله، إن هذا الأمر صحيح أو خطأ، حق أم باطل، صواب أم كده. فهذه التصورات تساعده بعد ذلك في التصرفات. جميل. تساعده في التصرفات. لوحظ أيضا بعد أن ينتقل من الإباحية إلى الشذوذ، فصار عنده والعياذ بالله كل شيء انتكست الفطرة. ينتقل يقول لك إلى الإلحاد لسبب بسيط جدا، هو أن الإنسان السلوك الخاطئ متعب ومرهق للفطرة، ويشعر أن الإنسان في داخله في صراع وفي قلق، حتى يخرج من هذه الجزئية مباشرة يذهب إلى إيه؟ إلى فكرة الإلحاد. ولذلك يقول بعضهم بأن الإلحاد حالة نفسية أكثر منها هي حالة عقلية علمية. يعني كثير ممن يلحد ليس لأنه والله عنده حقائق علمية يريد أن يعتمد عليها، بقدر ما عنده مشكلات نفسية أوقعته في هذه الحالة، منها الهروب من وخز الضمير، أنه هو لا يريد أن يشعر بأنه صباح مساء حلال حرام كذا، هذه الإشكالية يريد أن يخرج منها فيذهب إلى ساحة فوجدوا سبحان الله في هذه الدراسة التي يعني قام بها بعض الخبراء أن هذه الثلاثية مرتبطة ببعضها. والله عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان هكذا
يغريك ابتداء بشيء ثم يجرك إلى بقية الأشياء. فضيلة الشيخ، حديثكم حقيقة ماتع ونافع، جزاكم الله خير. وفي ختام هذه الحلقة الطيبة المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم المشاهدين والمشاهدات الكرام بما سمعنا، وأن تكون بإذن الله حياتنا عامرة دائما بتحكيم أحكام الله سبحانه وتعالى وتحقيق العبودية لله عز وجل، ودائما بالتفقه ومعرفة مناطات ودلالات الأحكام الشرعية، وبذلك إن شاء الله تعالى لا يقع بإذن الله المؤمن والمؤمنة في الشبهات التي ربما يعني تجره إلى ما لا يرضي الله عز وجل. ومن اتقى الشبهات وقد استبرأ لدينه وعرضه. في ختام هذا اللقاء نستودعكم الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقيكم وأنتم على خير في الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ha ha ha